الدنيا سقعت وواجب علينا عمل المطلوب. هنعمل العدس وتعالوا سوا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بصوا بصوا اللون، بصوا السمك ده. عدس بالخضار طعمه رهيب، او شوربة عدس بالخضار رهيبة. تابعوا الفيديو معايا عشان تشوفوا اتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين امين. ايه ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد. الدنيا بدات تسقع بقى والشتا وحركاته واشتغالاته. جوزي بقاله كتير بيطلب مني العدس، فانا قررت واخيرا انا احن عليه ونعمله. جبت كان عندي كيس جايباه، هو ده كيلو تقريبا. انا هاخد منه هوزن ربع كيلو لان هو على قد الاكل يعني اللي احنا بنعمله، فهوزن ربع ونشوف هنعمل ايه. وقبل ما نبدا الفيديو بندعي لاخواتنا في غزه وبننعيهم على شهدائهم. ربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم من الشهداء يا رب، ويفك كربتهم وينصرهم يا رب. واللهم اخسف الارض بالاعداء يا رب. يعني احنا مش بايدينا غير ان احنا ندعي لهم ونعمل المقاطعة وبس. واللي قادر يتبرع بحاجة هيتبرع ان شاء الله، وربنا ينصرهم يا رب على اعدائهم يا رب. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هاخد ربع كيلو العدس واغسله ونشوف هنعمل ايه بعدها. بصوا بقى، انا بعد ما غسلت العدس حطيته على النار وهحط بقى فيه كل ما لذ وطاب. انا ده ربع كيلو العدس، هحط فيه بطاطسايه كبيره حجمها حلو، كوستين، هقول لكم ايه تاني، جزرايه او جزرتين زي ما تحبي، بصلايه، 4 فصوص توم، طماطميتين مبشورين. بص اي خضار عايزاه يتحط وتفسي في النص من غير ما يبان، بحيث ان هو يعني ايه، كده كده احنا هنضربه بالهاند بلندر في الاخر فمش هيبان. اي خضار عيالك بياكلوه وخايفه او خايفه، مش خايفه انه يبان، مش عايزه انه يبان، حط عشان بحيث انها تبقى شوربه عدس كامله متكامله بالقيمه الغذائيه اللي فيها. فانا دلوقتي حطيت العدس اهو، وهبدا بقى احط الخضار كله، البصل حتى ممكن تقطعي البصل 4/4، لان انا معتمده ان انا في الاخر هضربه بالهاند بلندر. فانا حطيت العدس هنا اهو، وهجيب بقى البصل والكوسه والحاجات دي واوريكم شكلهم بعد ما تقطع وتحط كل حاجه مكانها. بصوا كده بقى، ده انا بعد ما خلصت وحطيت كل الخضار وحطيت في يعني كل الخضار فيه. لو عايزه تحطي فلفل او شطه حراقه كمان من عندك حطي. وزي ما قلت لك اي نوع خضار ممكن ينضرب في الخلاط، يعني بلاش مثلا بسله، بلاش فاصوليا خضراء، مش عارفه يعني، انا مش برجح يعني. الخضار ممكن يتحط كوسه، بطاطس، جزر، فلفل، بصل، الحاجات اللي هي دي. وهو ده اللي انا بحطه اصلا، يعني لان الكوسه اصلا مفيده وكمان حلوه للذكاء، ما بالكم بقى في الشتاء في الدراسه ومع الدفا وكده. وبحط السمنه وكل حاجه، او الزبده اللي هتعمليه بيها بقى لو عندك زبده يعني. وممكن تحطي عليه شوربه او تحطي شويه مكعب مرقه دجاج، بيديله طعم مختلف. لو مش عندك عادي على فكره، بس انا بقولك يعني ايه، ده بقى طعمه حلو وبتاع الازمات وبجد هيعجبك. حطيت هنا مع الملح حسب الرغبه، يعني هي معلقتين بالنسبه لي، وزودت الميه ومع الشوربه. وحطيت نص معلقه صغيره فلفل اسمر ومعلقه كبيره كمون، يعني معلقه مليانه، معلقه صغيره مليانه كمون عشان الكمون حلو في العدس. وهسيبه بقى واقلبه على بعضه كده، واسيبه ايه يغلي كده، يعني ممكن ياخد له نص ساعه على النار هيستوي لانه كله خضار يعني. انا عايزه اقول لكم ان هما مش هياخد وقت على النار، ماشي. وده كله مش هيبان بعد ما العدس يستوي، كله هيبقى لون العدس. ممكن بقى تحطي رشه كركم، في ناس بتحب تحط كركم او كاري، بس هو الكركم اكتر يعني عشان يعني اللون، لو حابه تغمقي اللون. هجيلكوا بقى بعد نص ساعه ونشوف عملنا ايه. طبعا هتقولوا الخضار ده كبير ومش كبير، في الخلاط بقى والهاند بلندر وهنعمل ويا لو عندك الهاند بلندر مش هتشيلي حاجه من الحل. فهجيلكوا بعد نص ساعه نشوف ايه اللي حصل في شوربه العدس بتاعتنا. بصوا كده بعد ما عدى نص ساعه، بعد ما الخضار استوى واتشرب ميه اهو، والعدس بصوا خلاص بقى يعني اتشرب الميه على اخره. فانا هضربه ضربه، انتوا ممكن تضربه في الاخر لكن انا هضربه وهحطه يكمل تاني شويه. انا طبعا عندي الهاند بلندر فهعمله هو سخن عادي، فانت لو عندك الهاند بلندر تمام، بس اهم حاجه تكون ايديها ستانلس. لو مش عندك يبقى بتستني شويه اما يبرد، واذا كان بقى هتستخدمي الهاند بلندر البلاستيك ولا الخلاط. فهنضربه. انا عايزه اوريكم اللون وانا بضرب هنا، ان انا مش هغير ولا احط حاجه، ان لونه هيفضل زي ما هو، يعني هيفضل محتفظ بلونه. هسرع بقى طبعا الفيديو دوت بتاع اللي هو بيجري وهوريكم اللون بس. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه.
معلش الهاند بلندر فكت مني تقريبا، مش كتر بتاعها حلو فانا اتخضيت. فهنكمل ضرب سوا ونشوف شكله هيبقى عامل ايه. وبصوا اللون اصلا قبل ما اكمل، بصوا لونه اصفر والله، انا ما حاطه اي حاجه تديله لون، يعني هو الجزر مع الخضار وكده والعدس نفسه بيدي لون. بس انت حابه تصفريه اكتر هتحطي كركم، انا ما حطيتش كركم، هحطه في الاخر لان انا حابه يكون عليه كركم يدي اللون الغامق يعني. والخضار كله هضربه بالهاند بلندر علشان يداري. تعالوا نشوف هنعمل ايه يلا. بصوا انا خلصت ضرب فيه اهو، بصوا بقى كل لون واحد اهو. بصوا لونها بقت شويه اهو، تحفه. شويه عدس، عايزه اقول لكم الريحه يعني ما شاء الله والله جميله. شويه عدس ما تقولوش لعدوكم عليها. انا بقى احط معلقه الكركم بتاعتي واروح اكمله على النار ونشوف هنعمل ايه تاني على ما هو يخلص بقى على النار. على بقى ما العدس يخلص سوا، عندي هنا طاسه على النار حطيت فيها ربع كوبايه شعريه ومعلقه زبده او سمنه بقى يعني اللي انت عايزاه. هحمر شويه شعريه، الحركه دي بقى بتديله طعم رهيب. ماشي، هحمرها زي كاني بعملها للرز، ولحد ما تديني اللون الذهبي. هرجع لكم تاني بقى بعد ما تديني اللون الذهبي ونشوف هنعمل ايه. عملت الشعريه حمرتها وهروح حطها على العدس دلقاها اهي، وهسيبها تاخد غلوتين فيها يعني لمده 5 دقايق بحيث ان الشعريه تستوي جوه العدس، وبعد كده هتاكلوا احلى عدس في الدنيا. هنا كده بعد ما خلصنا اهو، بعد ما حطيته 10 دقايق بعد ما حطيت الشعريه بقى ده شكله ومتماسك اهو. دي كده بقى دي شوربه العدس اللي بيقولوا عليها، بتتصب وتتاكل كده عادي. عايزين تعملوا فته بتقطعوا عيش وتحطوا عليها العدس، مش عايزين عادي انا مش هعمل لان احنا ما بناكلهاش، احنا بنحب نغمس كده، احنا عكاكين. فهنحط بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الجمال يا نهار ابيض. انا عايزه اقول لكم ابني جه من الاوضه شامم الريحه والله العظيم، يعني حاطط له حبه كده صغنانين مش قادر، عمال يقول طعمه حلو يا ماما وريحته حلوه يا ماما. بصوا بقى بلقمه العيش يعني فظيع. امشوا بس على التركات والخطوات اللي انا قلت لكم عليها، وممكن تحطي شطه ده اختياري، والسكر انا مش عارفه انا قلت لكم عليه ولا لا، برضو اختياري، بس الحاجات دي بتديله طعم رهيب. والكركم كمان بتديله ايه يعني ايه ريحه كده حلوه لو عندك، يعني لو مش عندك خلاص. الشعريه اختياري لو عايزه، بس برضو يعني كل حاجه بتتحط بتفرق في الطعم والريحه، يعني الطعم والريحه وكل حاجه. اعملوا الوصفه زي ما انا قلتها لكم، ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. مش تنسوا بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك منكم كل جديد. واستفسارا تحت امركم في الكومنتات، واستنينوا فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.